انت وانت بتدعي وانت ساجد وانت بتقول يا رب استشعرت ان الله اجاب دعائك، كأن الحال اذهب فقد استجبت دعائك. اليقين كان اجى واحد هنا من القاهرة قعد 24 سنة كان لا ينجب، كان بيروح امراض كتير وكان بيدعي الدعاء اللي هو الايه الروتيني ده، اللي انا بدأ ايه دعاء روتيني، عارف انت اللي هو ايه يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. فين الدعاء يا عم؟ فين الدعاء والتضرع يا عم؟ فتلاقي ايه واحد من السودان، ربنا يفرج كرب اهلنا في السودان يا رب، فشافه كده، فهو الراجل كان ايه كان سمته كده ايه حلو كده، يعني شكله كده حلو ومنور وعليه كده ايه اثر الطاعه. فالراجل السوداني ده اتعرف عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. مصري؟ مصري، انا من السودان. اهلا وسهلا. قال له ممكن بس انا استبشرت بيك خير ووجهك ما شاء الله منير ومنور، ممكن بس اطلب منك طلب؟ قال له اتفضل. قال له انا بقالي 6 سنين محروم من الذريه، فممكن تدعي لي واحنا في الكعبه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الذريه الصالحه. فالراجل المصري ده نهره، قال له انت سبت كل اللي في الحرم وجاي لنا؟ كل الناس اللي قدامك دي الالاف المؤلفه اللي داخلين وخارجين سبتهم كلهم وجاي لواحد بقاله 24 سنه ما خلفش اصلا لا ينجب؟ فنهره واشتد عليه. فالراجل السوداني زي ما تقول كده ايه كسر خاطره، قال له مالك انت منزوع من اي خير؟ انت ليه يائس من ربنا؟ انت ليه قانط من رحمه ربنا؟ عارف انت الراجل ده بقى اتحول اللي هو المصري 180 درجه، ثم بكى قال له لا يا رب انا مش يائس من رحمتك يا رب، انا مش قانط من رحمتك يا رب. ثم دخل الكعبه وبكى بكاء شديدا وتوسل الى الله ودعا وتضرع، بيقول حتى استشعرت ان الله استجاب لي الدعاء. حصلت لك مره دي انت وانت بتدعي وانت ساجد وانت بتقول يا رب استشعرت ان الله اجاب دعائك؟ يعني بعد ما كلمت ربنا وفضفضت مع ربنا انت حسيت ان ربنا كأن الحال اذهب فقد استجبت دعائك واعطيتك سؤلك. حسيتها دي؟ بتحسها دي؟ الشيخ اللي بيحكي القصة بيقول الراجل ده اللي هو المصري بيقول القصة ومعاه بنته ماسكها في ايديه، اللي هي بقى ايه هو علي هين، هو علي ايه سهل اللي يغفر لك، سهل اللي يسد لك دينك، صح؟ سهل عليه يجيب لك زوجة صالحة ولا لا؟ سهل اللي يجيب لك شغل، سهل اللي يخلي عندك شركة، سهل اللي يديك فلوس، سهل. كل ما الدنيا تتأزم وتقول لا الدنيا انا حاسس ان الدنيا سودة، افتكر هو علي هين، هو علي ايه سهل.